موظف ب5000 جنيه في الشهر ممكن يخسّرك فوق ال50,000 جنيه. في الفيديو ده هاكلّمك على حاجات هتأثّر بشكل غير مباشر على الdelivery success rate بتاعك وممكن تخسّرك أرقام كبيرة. أول حاجة إن أنت تكون مش معيّن حد بيعمل confirmation على الorders اللي بتيجي أو معيّن حد ما بيعرفش يعمل confirmation. الخطوة دي كفيلة إن هي توقّع لك الsuccess rate بتاعك، لإن مش كل الناس اللي بتطلب أونلاين هتستلم، لازمًا حد يكلّمهم يتأكد من البيانات بتاعتهم وهكذا، لإن إحنا شغّالين حاجة اسمها cash on delivery، يعني الorders اللي أنت بتجيبها دي بتكون ما هي إلا leads، حاول إن هي تبقى عميل حقيقي لمّا العميل ده يستلم، لإن إحنا مش شغّالين أونلاين payment، فلازم تكون مهاير حد شاطر جدًا بيعرف يتواصل مع الناس وبياخد منهم البيانات بشكل clear ويتأكد إن هم فاهمين الproduct صح عشان ما يرفضش لمّا ييجي يستلم. من غير الخطوة دي هتلاقي جزء كبير من الorders بتاعتك بتخرج لناس أصلًا مش مهتمة إن هي تستلم أو ناس البيانات بتاعتها مش كافية، فبالتالي شركة الشحن مش هتعرف توصل لها. تاني شخص معاك وممكن يقتل لك الdelivery success rate إن أنت تكون معيّن حد مش شاطر في الwarehouse. لو استخسرت في حاجة زي كده صدّقني أنت ممكن تخسر رقم كبير جدًا بسبب إن أنت جايب حد تدّي له 5، 6000 جنيه وبتقول عادي هو هيعمل إيه، هو هيحط الأوردرات في الكيس وخلاص. لإن الشخص ده لو مش فاهم الcycle صح ممكن يحضّر لك أوردرات كتير غلط أو يودّي منتج أصلًا تاني غير اللي العميل طالبه، وفي الحالة دي العميل هيرفض الاستلام، فأنت كده هتخسر فلوس الflyers وفلوس الشحن وفلوس الads اللي اتصرفت على العميل ده، غير أصلًا قيمة الأوردر اللي كانت هتيجي لك، وممكن أصلًا فيما بعد العميل ده يقرر إن هو ما يتعاملش معاك تاني. عشان تعرف حجم الخسائر اللي ممكن تحصل من حاجة زي كده، اعمل break down على كل الناس اللي هي رفضت تستلم، وشوف حجم الخسائر اللي أنت ممكن تخسرها كل شهر بسبب إن الأوردرز بتطلع غلط. على سبيل المثال لو أنت معاك شخص بيطلع لك أوردرين بس غلط في اليوم، فأنت كده في الشهر بتطلع حوالي 50 أوردر غلط. لو أنت عندك الaverage order value حوالي 500 جنيه، فإحنا كده بنتكلم إن أنت خسران كل شهر فلوس كانت هتيجي لك 25,000 جنيه. فبلاش اللي أنت توفّر إن أنت تجيب موظف تدّي له salary قليل، عشان في المقابل ممكن يخسرك رقم كبير جدًا، جدًا، خصوصًا في الoperation.